معانا بيتزا هات حجم وسط ب 140 جنيه. بابا جونز بقى عامله 150 جنيه وبرضك حجم وسط. بيتزا كينج عامله 130 جنيه حجم وسط. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنجرب احسن بيتزا بتتعمل في مطاعم مشهوره. يا ترى مين احسن مطعم بيعمل بيتزا؟ وجبت كده 3 مطاعم معانا، بابا جونز وبيتزا هات وبيتزا كينج. يا ترى مين فيهم احسن؟ يلا بينا ندوس وندوق. ومعانا ال3 انواع اللي قلنا لكم عليهم. بابا جونز وبيتزا هات يعتبر حجمهم صغير قدام بيتزا كينج، مع ان ال3 وسط، بس انا شايف ان بيتزا كينج كبيره قوي، يعني مختلفة عنهم. يعني ممكن نقول ان ده حجم وسط وده حجم كبير. وبالنسبة للسعر برضو اقل سعر. الحجم ده كله بالسعر ده هتبقى حلوة ولا الاتنين التانيين هيكسبوا؟ ومعانا بيتزا هات ويلا بينا ندوق طعمها ايه. مكوناتها عليها بيف وببروني. بصوا الموتزاريلا بتمط بس ما فيهاش مط قوي، مش عارف ليه. ومش حاسس قوي بطعم مكونات، حاسس مكونات فقيرة قوي فيها. في احسن من كده، يعني دقت حاجات في بيتزا هات ممكن تكون اقوى من كده ومكوناتها احسن من كده بكتير بصراحه. ومعانا تاني نوع وهو بابا جونز. يلا بينا بقى نشوف بابا جونز. طبعا اخترت ال3 بيف علشان نعرف نقارن، لكن بابا جونز هنحط رانش خلاص هو اللي كسب. لكن المره دي بعدناه عن الحته بتاعته. تعالوا نشوف الاول المطه. بصراحه هنا بابا جونز فيه لمسات عجبتني قوي. طعم العجينه بطعم الصلصه المحطوطه برضو جامده جدا. تركيبه حلوه وعجبتني جدا 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 عن بيتزا هات. يعني بابا جونز مش رانش بس، يعني فعلا بجد بيتزايه محترمه جدا. يلا بينا ندوق الفلفل المشهور بيه. اهو ده بقى السهل الممتنع. يوم ما هنقول بابا جونز هنقول الفلفل بتاعه. لا، بيتزايه كويسه عجبتني جدا. طبعا بقى حاطين لمستهم المميزه صوص الرانش، بس انا المره دي مش هحط، لان لو حطينا رانش هيطلع اكتر من كده بكتير. ومعانا بيتزا كينج. لما يكون ال3 وسط وبيتزا كينج بالحجم ده فرق كبير قوي بصراحه. يعني بالنسبه للاسعار اللي بقت غاليه قوي ان يعملوا البيتزا الوسط بالحجم ده، انا شايف بصراحه ان السعر كتير على الحجم. لكن بيتزا كينج بصراحه شايف ان حجم الوسط حلو جدا. زي ما انتم شايفين ده شكل بيتزا كينج. يعني يعتبر اول بيتزا من ال3 اكلها فيها المطه الجامده دي. ومكونات كتيره قوي، الموتزاريلا كتيره قوي، الطعم غني جدا، مكونات كتيره جدا فيها. انا شايف ومن وجهه نظري ان بيتزا كينج كسبت الحجم، كسبت الطعم، كسبت الفئه السعريه. ان احنا ناكل بيتزا بكواليتي نظيف وبطعم كويس وحجم كويس ومكونات حلوه، لا بجد بيتزا كينج هي كينج النهارده. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه علشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديده. ويا ريت اي اقتراح عندكم او اي مكان عايزين نجربه. سلام.